مفيش احلى من كيكه بالشوكولاته سايحه ونايحه وغرقانه في الصوص، كل اللي ياكلها ما يشبعش منها. هسمي الله وهجيب معايا 3 بيضات وكوبايه ونص سكر، وهضربهم معايا كويس قوي لحد السكر ما يدوب والبيض يعلى معايا قوي ولونه يفتح، لحد البيض ما والسكر ما يوصلوا معايا للون ده كده. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده بضيف عليهم نص كوبايه زيت، وكوبايه الا ربع ميه مغليه، عليهم معلقتين قهوه سريعه الذوبان. الميه المغليه بقى هنا بتخلي معايا الكيكه هشه وطريه وتحفه، وانتوا بنفسكم هتجربوا وهتشوفوا. مش ميه دافيه، ميه مغليه. دوبت فيها القهوه سريعه الذوبان كويس قوي، وضفتهم وعليهم نص كوبايه لبن دافي. خلاص دي كده كل المكونات السايله خلصت معايا، هركنهم على جنب. وهجيب معايا المكونات الجافه: نص كوبايه كاكاو خام اسباني وعليها معلقه، يعني نص كوبايه زائد معلقه كبيره. نخلتهم كويس قوي، ومعلقه وكوبايتين كبار دقيق او طحين عشان الدول العربيه، ورشه ملح، ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر. هاخد الكلام ده كله وهنخله كويس قوي معايا مره مرتين تلاتة. كل ما تنخلي المكونات الجافه اكتر كل ما الكيكه تطلع معاكي هشه وطريه قوي. بس في الكيكه دي اللي هيخليها معايا هشه قوي خطوه النخل دي وخطوه الميه المغليه. جربوا كده خطوه الميه المغليه دي، يعني مش عايزه اعمم واقول في كل كيكات الشوكولاته، بس في معظم كيكات الشوكولاته بتخليها تحفه. ضفت كده الخليط المواد الجافه ده كده بالتدريج عشان ما هبطش البيض، يعني مش كل الضرب اللي انا ضربته في البيض والبيض اللي عالي قوي معايا اجي اضيف المكونات الجافه مره واحده تقوم الكيكه تهبط وتطلع مكتومه. دي برضو خطوه مهمه قوي مش كل الناس بتقولها، تضيفي المكونات الجافه بالتدريج واحده واحده، او لو حد معاكي مثلا يضيفهم لك بالمعلقه كده. ضربت مش كتير كده، شويه قليلين وعلى سرعه قليله. وبرده خطوه المعلقه دي كويسه جدا علشان لو في بقايا كيك من بقايا دقيق او اي حاجه من تحت تتقلب كويس معايا. والتقليب من تحت لفوق عموما في الكيك او التورت بيخليها تطلع هشه. جبت صينيه معايا ودهنتها سمنه او زيت او زبده، اي حاجه موجوده عندك مش هتفرق. وفضيت فيها خليط الكيك ودخلته على 180، قعد معايا من 35 ل 40 دقيقه. الكيكه طالعه هشه وطريه وتحفه. شايفين وش الكيكه واضح قوي ان هو طري، وده دليل ان الكيكه هشه وناجحه. كيكه ولا شققت ولا اي حاجه. والصوص بقى اللي هيطلعها معايا تحفه: بار شوكولاته بالحليب، شوكولاته خام 200 جرام، حطيته في الميكروويف وعليه نص كوبايه كريمه ودوبتهم. الكيكه والصوص في حته تانية حقيقي، اللي هياكل من الكيكه دي مش هيشبع منها. جربوا الكيكه واكتبوا لي رايكم في التعليقات، ولو الكيكه دي ما طلعتش معاكم تحفه ما تجربوش اي وصفه من وصفاتي تاني. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واكتبوا لي رايكم لان حقيقي الفيديو يستاهل.